السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. المره دي هنتكلم عن طريق اليأس. كتير قوي مننا يقعد يقولك اصل الحياه صعبه، اصل الدنيا معصلجه، اصل انا ظروفي وحشه، اصل الدنيا معرفش مالها. المشكله مش في الظروف ولا في الدنيا، المشكله فيك انت. عارف ايه محل مشكلتك؟ اعرف نفسك. اغلبنا يعرف غيره اكتر ما يعرف نفسه. ياكل زيه، يلبس زيه، يقلده، يحلق زيه، يشرب زيه، كل حاجه زيه، لحد ما بقينا نسخ. على فكرة مش هتبقى أحسن نسخة، ما تقلدش، خليك أنت الأصل. طيب، عارف إيه التعاسة؟ إيه سببها؟ التعاسة سببها حاجة واحدة بس، حاجة بسيطة. أنت ما تعرفش نفسك أصلا. أنت ما تعرفش شخصيتك عاملة إزاي، ما تعرفش انت بتحب ايه وبتكره ايه. اغلبنا يقعد يضحك على نفسه، يقول لك اصل انا بحب اعمل كذا لانه شايف فلان صاحبه بيعمل كذا، او شايف فلان بيعمل كذا وبيكسب منه، او شايف او شايف او شايف او شايف الى ما لا نهايه. لكن انت عارف السر بجد في ايه؟ انك تعرف بجد شخصيتك. اعرف نفسك، اعرف بتحب ايه بتكره ايه. مالكش دعوه بالناس. لما تعرف نفسك هتعرف انت بتحب بايه، هتحب ايه وهتكره ايه. ساعتها هتعرف تاخد قرارات، ساعتها هتعرف تمشي صح. ساعتها مش هيجي حد يقولك اصل انا شايفك مهندس، اصل انا شايفك دكتور، اصل انا شايفك محاسب، اصل انت فاشل ما تنفعش حاجة اصلا. نعم، مش الناس اللي بتقول انت مين، انت اللي بتقول انت مين. حتى لو هما مش شايفينك في المكان اللي انت شايف نفسك فيه. يبقى حل كل ظروفنا ومشاكلنا، حل كل حاجة في حياتنا، أو كلمة السر في حياتنا، اعرف نفسك. خليك صريح مع نفسك. أيوة، كلنا بنقعد نضحك على نفسنا، نقول أصل أنا بحب معرفش إيه، ويقعد يضحك على نفسه ويقعد يضحك على نفسه وهكذا. أنت بتضحك على مين؟ اكذب على الناس، لكن هتكذب على نفسك؟ لما تكذب على نفسك تفتكر مين اللي هيستفيد في الآخر؟ مش أنت. الناس اللي هتستفيد ساعتها اللي هما مش هيفيدوك بعد كده. لكن لما تبدأ تعرف نفسك بجد، هتعرف انت بتحب ايه وبتكره ايه، تعرف شخصيتك عاملة ازاي. ساعتها بجد بجد هتقدر تمشي صح، وطريق التعاسة هيخلص. لان احنا بنعلق على الظروف، لكن للأسف المشكلة مش في الظروف. في ناس كتير نجحت، وناس كتير عدت، وناس كتير وصلت، مش عشان ظروفهم حلوة أو وحشة. للأسف أغلب اللي نجحوا ظروفهم ما كانتش حلوة. ما كانوش بيقولوا اصل فلان بيعمل ايه، اصل انا مش معايا فلوس، اصل في واسطة، اصل مفيش. ده كله كلام ناس. عايز تنجح، عايز تطلع فوق تتقدم، عايز تكون صاحب رسالة، صاحب رؤية، عايز تكون صاحب احتمالات، اعرف نفسك. اعرف بتحب ايه وبتكره ايه. متضحكش على نفسك، تضحك على الناس لكن مش على نفسك. لان في الحالة دي الوحيد اللي هتأذيه هو انت، مش حد تاني. اعرف نفسك، واعمل شير للفيديو، ما تبقاش بخيل عشان الناس كلها تشوفه، لان انا عارف البخل الايام دي بقى بسم الله ما شاء الله. ولو عندك اي سؤال او استفسار ابعت لي سؤال على صفحة دكتور احمد عادل زينة بالانجليزي، ها، وزينة بالهاء مش بتاء مربوط بالانجليزي.